النقطة اللي كانت بتميز الأهلي طول عمره على مدار تاريخه في وجهة نظري كانت نقطة إدارية أكتر ما كانت منها نقطة فنية. ما ينفعش تدخل مدخلات ومعطيات سلبية وتنتظر نتائج إيجابية. الحاجة التالتة إنه زي ما أنت بتستدعي الإدارة وتنسب لها النجاح، وقت الفشل لازم تحملها المسؤولية. تعال بص كده على قرارات إدارية زي إن أنت بتتحمل أخطاء تعاقدية رهيبة زي الشرط الجزائي الكولر وريبيرو، وربما يسترب اللي هتبقى عايز 6 مليون دولار لو حبيت تمشيه. تعال بص على نجوم صنعت تاريخ وعملت إنجازات ومشوا ورحلوا وضحيت بيهم زي مثلا السولية، أكرم توفيق، رامي ربيعة، قفشة، وحتى الشحات اللي موجود وبينزل كبديل. وكل دول انت ضحيت بيهم وهم حققوا كل حاجة، كاس عالم أندية برونزية، أفريقيا، دوري، وتخليت عنهم عشان تجيب أسماء تانية مش هتعمل حاجة أكتر من اللي الناس دي عملتها، يعني مش هيكسبوا كاس العالم مثلا يعني. وفي نفس الوقت حتى الابريشيشن الأدبي والمعنوي إن الناس دي كانت هي اللي تلعب كاس العالم للأندية لأن هم دول اللي وصلوك لكاس العالم للأندية، حتى ده ما أخدوهوش، هم قعدوا على الجنب في صالح النجوم اللي جم. ودي نقطة تانية برضو مهمة، الأهلي على مدار تاريخه كان بيهتم دايما باحتياجاته، بيهتم دايما باحتياجاته. المرة دي الأهلي لا، بقى بيهتم بالصفقات الجماهيرية، بالصفقات النجومية، الأسماء أكتر من احتياجات الفريق. مشيت واحد زي وسام أبو علي بمبلغ خرافي كان ممكن يخليك تجيب فروت جامد جدا، اتنين كمان جامدين جدا. بالرغم من ده صفقة ورا التانية ورا التالتة، آخرهم كام ماتش ما انتش عارف تسد الفراغ بتاع وسام أبو علي. مشيت عبد المنعم برقم كبير، 6 مدافعين جم بعديه محدش عارف يسد الفراغ ويعوض مكان عبد المنعم، وده يبين قد ايه التعاقدات عندك فيها مشكله. فكل دي اخطاء اداريه ما ينفعش ان انت تغفلها مع خروج الاهلي من الترجي لاول مره في تاريخ الاهلي انه يتغلب رايح جاي من الترجي، واول مره في تاريخ الاهلي انه يتغلب من الترجي على ارض مصر. بص على الاخطاء الاداريه وصلحها، لان ده اول طريق الاصلاح والنجاح، ان انت ترجع الاهلي لاسلوبه الاداري اللي كان عليه طول عمره واللي كان دايما بيديله الافضليه.